والصحيح أنه يشرع أن يصوم 6 من شوال، سواء أوقعها متتابعة أو أوقعها بعد يوم العيد أو فرقها، لأن السنة أطلقت. لكن الأفضل الذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان يترك أيام العيد للفرح والسرور. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أيام منى نهى عن صومها للحجاج، وقال إنها أيام أكل وشرب، كما جاء في حديث عبد الله بن حذافة فلا تصوموها. فإذا كانت أيام منى الثلاث لقربها من يوم العيد أخذت هذا الحكم، فإن أيام الفطر لا تبعد إذا كانت قريبة. ولذلك تجد الناس يتضايقون إذا زارهم الإنسان في أيام العيد فعرضوا عليه ضيافتهم وأحب أن يصيب من طعامهم وضيافتهم قال إني صائم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دعاه الأنصاري لإصابة طعامه ومعه بعض أصحابه قال فتنحى عن القوم وقال إني صائم أي نافلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك قد تكلف لك فأفطر وصم غيره، إن أخاك قد تكلف لك. فالخواطر تنكسر حينما يدخل الضيف في أيام العيد، خاصة في اليوم الثاني والثالث الأيام القريبة من العيد، فإن الإنسان يأنس ويرتاح إذا رأى ضيفه يصيب من ضيافته. فهذا في النفس منه شيء، كونه يبادر مباشرة في اليوم الثاني والثالث بالصيام لا يخلو من نظر. لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يطيب خواطر الناس. وقد تقع في هذا اليوم الثاني والثالث بعض الولائم للقرابة، وقد يكون قريبا له حق على الإنسان كأعمامه وأخواله، وقد يكون هناك ضيف عليهم فيحبون أن يكون الإنسان موجودا يشاركهم في ضيافتهم. فمثل هذه الأمور مراعاة صلة الرحم وإدخال السرور على القرابة لا شك أن فيها فضيلة أفضل من النافلة. والقاعدة أنه إذا تعارضت الفضيلتان المستويتان، فضلا عن أن صلة الرحم لا شك أنها من أفضل القربات وأجلها وأحبها إلى الله عز وجل، لو تعارضت الفضيلتان المتساويتان وكانت إحداهما يمكن تداركها في وقت غير الوقت الذي تزاحم فيه الأخرى أخرت التي يمكن تداركها. فصيام 6 من شوال وسع الشرع فيه على العباد وجعله مطلقا من شوال كله، فأي شوال يجزئ ما عدا يوم العيد. بناء على ذلك لا وجه أن الإنسان يضيق على نفسه في صلة رحمه وإدخال السرور على قرابته ومن يزورهم في يوم العيد، فيؤخر هذه 6 إلى ما بعد اليوم الثالث أو الأيام القريبة من العيد، لأن الناس تحتاجها لإدخال السرور وإكرام الضيف. ولا شك أن مراعاة ذلك لا يخلو الإنسان فيه من حصول الأجر الذي قد يفوق بعض الطاعات كما لا يخفى. نعم.